افتتاحية عرض سماك داون جات مع بطل النيشن تشامبر راندي اورتن. حماس بقى، الفايبر اللي هيروح للمين ايفنت عرض الراس المانيا هيطلع يقول سيجمنت دلوقتي يشوف هو بيتمنى يلعب مين، ماكنتاير ولا كودي. والفايبر بدأ يقول انتوا عارفين ان انا بحب الارقام ومهووس بيها بشكل كبير، بس شاركت للاسف في 2 حدث رئيسي بس للراس المانيا. مش مهم الارقام القياسية ولا عدد الالقاب، ولكن المشاركة في الحدث الرئيسي للراس المانيا هي شيء مختلف، شيء بيعتبره البعض من زملاء المهنة اللي هم الاعظم على كل الاطلاق زي ريك فلير واندرتيكر وغيرهم. وانا بشعر بالفخر والسعادة لان الناس معتقدة ان انا هبقى بطل عالم، ما يهمش هقابل مين، كودي رودز ولا درو ماكنتاير. انا مش هخرج من لاس فيجاس وايدي فارغة، وانا هبقى بطل الاتحاد للمرة ال15 في كاريري. اللي هو راندي اورتن بيحاول يبين لنا من بداية السيجمنت رسالة مهمة كده، اللي هو انا هشارك في الحدث الرئيسي للراس المانيا، خلاص يبقى مش مهم اللقب بقى، كسبت خسرت مش مهم. وبدأ الكلام ان هو اهم حاجة عنده ان هو هيشارك في الحدث الرئيسي للراس المانيا. دي المرة الثالثة له، ليجند بحجم راندي اورتن 14 لقب عالم وجراند سلام، ما شاركش في المين ايفنت غير مرتين. ده طبعا مقارنة ان رومان رينز شارك في المين ايفنت كتير وحارم ناس كتير قوي ما بتشاركش في المين ايفنت بسبب. وبعدين نهى كلامه وقال انه هيبقى بطل العالم للمرة الخامسة. واضح ان راندي اورتن حاطط اهداف كويسة جدا. الخطوة الاولى شارك في مين ايفنت الراس المانيا، والخطوة الثانية بقى ربنا يبقى يحلها بقى ونشوف بقى تريبل اتش هيدينا اللقب ولا. مبروك لراندي، مين ايفنت راس المانيا جديد بصراحة، ولكن سيجمنت وكلام ضعيف، وكنت نفسي اشوف كلام بشخصية هيل شوية، اللي هو انا استحق المكان اللي انا فيها، انا تعبت، انا كذا انا كذا انا كذا، انتوا بقيتوش تحترموني. ولكن راندي اورتن ماشي بنفس المنطق، نفس الاسلوب الغبي بتاع تريبل اتش، انه يخلي واحد زي راندي اورتن عنده داخل الاتحاد وما يفكرش انه يحول راندي اورتن هيل. مش محتاجة حاجة يعني. دي فكرة غبية انك تخلي واحد زي راندي اورتن من افضل الهيل اللي جم في التاريخ تخليه فين. المهم دخل الاستاذ تريك بيضة ويليام وبيقول ان انا ليا حساب معاك يا راندي، بالاضافة ان انا استحق اشارك في الحدث الرئيسي للراس المانيا. طيب تشارك في الحدث الرئيسي للراس المانيا وما تستحق؟ حساب ايه اللي ليك عند راندي اورتن؟ ده انت اللي طلعك من النيشن تشامبر لوجان بول. تخيل الحساب بتاع استاذ تريك ويليام اللي مع راندي اورتن، ان راندي اورتن هو داخل مباراة النيشن تشامبر قال لتريك ويليامز ان هو مستحيل يكون في الطول ده 6 اقدام ونص تقريبا، وان راندي اورتن اطول. يعني حته كده تريبل اتش قال لك يا تريك ويليام اطلع خد لك لقطه، تريك ويليام طلع ياخد اللقطه، راندي اورتن هو اللي خد عليه اللقطه واداله واحده ارك يوم على اليمين، وراندي اورتن احتفل وغادر الحلبه بشكل دي افتتاحيه سماك داون، الافتتاحيه اللي انا كنت نفسي اشوف الفايبر راندي اورتن بيعبر عن حضوره، ولكن للاسف ما اثبتش اي حاجه. السنه اللي فاتت لما جون سينا فاز بالنيشن تشامبر ما ظهرش على طول في العروض بشكل مباشر، ظهر متاخر، ولكن ظهوره اللي كان بشكل متاخر ووقف قصاد الجماهير كلها في سيجمنت رهيب. في بدايه سيجمنت تحوله لهيل كان شيء عظيم، ولكن راندي اورتن ماشي بدون شغف بدون اي حاجه، بسبب ان الكتابه نفسها اللي مكتوبه لراندي اورتن من اسوأ ما تكون داخل الدبليو دبليو. افتتاحيه سيئه جدا، تقييمي لها بصراحه 3 من 5. خلف الكواليس بقى بنشوف مدير عرض سماك داون نيك ألدس مع بطل اليونايتد ستيتس شامبيون كارميلو، وألدس بيشكر كارميلو على انه بطل مقاتل ومستمر في التحدي المفتوح. انتوا بتحاولوا توصلوا لنا ايه؟ والله العظيم لقب اليونايتد ستيتس شامبيون محدش بيقدم بيه في فتره محترمه، كلها فترات غبيه. انا بس فضلت فتره جيكوب وصوله لانها كان فيها شويه سيجمنت وعدوات، كانت فيها شويه لقطات كويسه، انما سامي، كارميلو، إليا دراجانوف، ايا كان دول اللقب ده في مهانه. انا عن نفسي اخر حد شال اللقب ده واداله قيمه كانت جون سينا ايام التحدي المفتوح، غير كده اللقب ده من يومها اندفن، ما بقتش اعتبر لقب اليو اس اي تشامبيون ده لقب اصلا، ما عادش له اهميه. زمان اللقب ده كان ينافس في عروض شهريه كبيره. المهم بعد ما دخل استاذ كارميلو وان نيك ألدس قال له النهارده انا محضر لك منافس مفاجاه هتلعبه، اتمنى ما يكونش الواد الجديد المجنون اللي انت جايبه لان برضه ما توقعش. المهم دخل كارميلو واستعد علشان نشوف هيلاعب مين. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ لوتشادور مكسيكيين تاني. يعني انا ما صدقت، يعني زهقت من الرويال رامبل، انت جبت لي النهارده واحد زي مين ده بقى؟ انا هقول لكم قصه مين ده واحد ابوه مصارع، جده مصارع، امه كانت بتصارع، اجداده كانوا بيصارعوا، عيلته كلها بتصارع. يعني بالظبط كده ده رومان رينز بالنسبه للوتشادور، دخل وسط لانه تقريبا مصارع يعتبر اعظم او من الاعظم في تاريخ المكسيك، حاجه زي كده، زي معظم المصارعين مثلا زي تاناهاشي عندك في اليابان، جون سينا داخل الدبليو
WWE. انا بصراحه ما بتفرجش على الاتحاد المكسيكي كتير، ولكن انا مش عايز اشوف لوتشادور داخل WWE التاني. بطل اللاتينو الامريكان تشامبيون الهيجو ديل دكتور واجنر جونيور. ما خلي بالك انا راجل محلل مخضرم ودارس بره وجوه. يعني انت داخل تشوف ماتش ملوش اي لازمه، ماتش بصراحه عبيط قوي بصراحه. لا ده متناغم مع ده ولا في، بص مفيش ميكس ما بين المصارعين خالص. تريبل اتش مش لاقي عنده مصارعين في سماك داون تاني اصلا يلعبوا على اللقب، فبقى بيجيب من التريبل اي. المره الجايه بقى نشوف مستر اجوانا، ليه لا؟ خلينا نضحك. ايه رايك نشوف مستر اجوانا العرض الجاي؟ احنا ما عندناش مصارعين ينافسوا على لقب يو اس اي تشامبيون، ما عندناش فكره ممكن نعملها على لقب يو اس اي تشامبيون تروح للراس المانيا. بدل ما كنت تدخل تريك ويليامز لراندي اورتن، دخل تريك ويليامز لكارميلو. هي محتاجه دماغ دي يا تريبل اتش؟ ما هي واضحه. ليه مثلا تقرفنا في ابن العبيطه وماتش محروق زي ده؟ ما هو مستحيل واحد جاي من التريبل اي يكسب كارميلو ياخد اللقب. واستاذ انيا دراجانوف كل مره انا ارفض ان انا العب على لقب يو اس اي ضد كارميلو، في ناس احق مني. كات كل قرف، كلكم لعيبه طفش بنت. استغفر الله العظيم يا رب. اللهم اني صائم، اللهم اني صائم. مبروك لكارميلو الفوز، مباراه حلوه وجميله. نشوف اللي بعده، يلا بلا تقييم بلا بتاع. بداية بقى الرسائل اللي تريبل اتش بيحاول يوصلها لنا. خلف الكواليس شفنا داميان بريست بيسأل نيك ألدس عن وضعه ايه حاليا، وهل هيكون له دور في الراس المانيا ولا لا. فبيظهر له الاستاذ ستون كولد بلاك تروث. انا ناقص قرعة تريبل اتش لما تجيلي بقرعتك انت كمان يا تروث. المهم ان نيك ألدس قال ان انا ما اعرفش طريقك للراس المانيا هيكون عامل ازاي، بس انا عارف طريقك في عرض سماك داون النهارده. انت هتلعب ماتش النهارده مع ارت تروث لتحديد المنافس الاول على لقب التكتيم شامبيون. هو ده، ايوه ده، هو ده الظلم الحقيقي. هو ده، ايوه ده، ايوه ده الظلم الحقيقي. يا حبيبي يا بريست، يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، ده انت كنت بطل عالم وكاريزماتيك ومايك كويس وماشي في صورة كويسة. نزلت الارتروس وبقيت تاك تيم معاه. يعني احنا عندنا واحد زي داميان بريست مثلا نخليه في صورة التاك تيم؟ ليه؟ ما داميان بريست ده كان ممكن ينافس على لقب العالم عادي، يعني كان ممكن ينافس كارميلو على لقب اليو اس اي تشامبيون، وهي فكرة جديدة ويقدم معاه عداوة محترمة للراس المانيا. واضحة والله يا تريبل اتش، انت اللي مش عارف في ايه مال. انا مش عارف تكتب السيناريوهات دي ازاي. ما هتقوليش شات جي بي تي، لان انا عارف ان شات جي بي تي اكيد مش بالغباء ده، دي دماغك انت. يعني داميان بريست انت مش عايزه لقب عالم، خليه لقب ميد كار، انما لقب تاك تيم ومع ارتروس اللي بعده، عشان احاول افهمكم الرسالة دي. درو ماكنتاير كان جاي وقال له انا هادي جدا دلوقتي، احنا لازم نتكلم بهدوء. انت كده بتخل بالشروط اللي كانت ما بيننا. انا وافقتك ان انا ارجع سماك داون مره تانية في المقابل انك تمنحني اللي انا عاوزه، وانت منحتني اللي انا عاوزه. وعقد مباراه بيلزم ان انا حتى لو فزت باللقب كودي رودز ما ينافسش على اللقب ده خالص، غير لو فاز بالرويال رامبل والإليمينيشن تشامبر وهو ما فاز بالمباراتين. وانت دلوقتي بتخل بعودك ليا. فالدس بيقول له انت خرجت عن السيطره، انت بتعمل حاجات مش لازم تعملها. انت فاكر نفسك انت اللي هتتحكم في الاحداث هنا داخل عرض سماك داون. شئت ام ابيت يا ماكنتاير، النهارده مباراتك ضد كودي رودز على اللقب، ويا انت تروح الراس المانيا يا هو يروح الراس. انا مش هحلل حاجه في الفقره دي لان انا مش قادر امسك، لان استاذ جيلي رول النهارده جاي باعت تهنئه خاصه لراندي اورتن، وبيدعم كودي رودز انه يفوز باللقب الاندسبيوتد تشامبيون، وبيقول ان هو هيحضر عرض سماك داون. هيحضر ليه عرض سماك داون الجاي؟ اكيد يعني مش عشان راندي اورتن وكودي رودز عندهم فقره توقيع عقد وهو هيطلع وبعدين درو ماكنتاير يطلع يتخانق معاه ويضرب في جيب. انا خايف لحاجه تحصل في دماغي تجيب لي جلطه واقع في المستشفى ومحدش يلحق. واحنا لسه خلف الكواليس وجينا مع الامريكان نايت مير اللي بيقولوا ان هو بيمر بعقبات كتيره وتجاوزها، وفاضل بس النهارده يكسب درو ماكنتاير ويقول المره الجايه وانت بتقدميني تقولي بطل الاندسبيوتد شامبيون. عقبات يا كودي واللي انت مريت بيها بسم الله ما شاء الله. انت خسرت اللقب من هنا، شاركت في الرويال رامبل خسرتها، الاتحاد شاركك في الانيشال تشامبر خسرتها، مش كده وبس انت هتلعب النهارده على اللقب. طب انت شاركت ليه في الرويال رامبل والانيشال تشامبر من ما انت كده هتلعب على اللقب. يعني اللي تعب في الرويال رامبل زي رومان رينز وهيلاعب سي ام بانك، اللي تعب في الانيشال تشامبر زي راندي اورتن وهيلاعب مثلا ماكنتاير، انت تلعب ماكنتاير على اللقب ليه قبل الراس المين؟ دي عقبات يا استاذ كودي. انت العقبه اللي قدام المصارعين داخل الاتحاد اللي بتحطم امانيهم وطموحاتهم. حابب اوصل لك الفكره دي. بس سامي زين بيظهر وبيقول ان انا خسرت فرصتي الفوز باللقب ده في عرض الرويال رامبل قدام ماكنتاير، خسرت فرصه التاهل للانيشال تشامبر، وانت كمان يا كودي خسرت فوز الرويال رامبل وخسرت فوز الانيشال تشامبر.
تكبر. تمام ليه هتاخد فرصه جديده وتلعب درو ماكنتاير على اللقب؟ ليه دايما بتاخد الفرص بتاعت غيرك؟ ايوه يلا سامي، يلا تحول عليه، يلا هيل، يلا اطلع خسره المباراه بتاعت النهارده، اديله على دماغه، اديله. كودي رودز انا بتمنى لك حظ سعيد النهارده للفوز باللقب. ايه يابا في ايه؟ ايه يابا في ايه يابا؟ ايه انت مجنون يابا؟ بجد انت مجنون؟ يعني انا عايز اعرف انت عايز منه ايه؟ هتتدلع هديك بالقلم على وشك. انا مش في حضانه. انت عايز مننا احنا ايه يا ده سامي؟ ولا سامي اقول لك على حاجه، انت تروح تشتغل مع رامز جلال يلا في البرامج بتاع المقالب الهابطه اللي هو بيعملها في رمضان ده بجد. انت هتبقى تقعد مع حوده التنين والناس دول. انت تفتح صفحه على التيك توك وتخش وتقول كبسوا ده حله. انت ده من الاخر ده حل. دلوقتي بدأنا فقرة المصنف الأول على ألقاب التاج. مباريات إقصائية، لو الاتنين هيلعبوا هما أليكس شيلي وكريس سايبن. الموتور سيت ضد مين بقى؟ ضد فريكسيا. مباراة حلوة سريعة خفيفة، ما لحقناش نشوف فيها أي حاجة، والله بجد ما لحقناش نشوف فيها أي حاجة. الماتش تقريبا نصه إعلانات، وبعد ما رجعنا من الإعلانات مين اللي كسب؟ فريكسيا قدروا يكسبوا علشان يدخل بعدها لجادود الفانتازما اللي كانوا بقيادة عظيم سانت، اللي قدروا يفوزوا بكل سهولة على فريكسيا علشان يدخل بعدها اخر اخصام للفرق تقريبا او قبل الاخاره الوايت سيك اللي دخلوا للرينج حاولوا يقدموا مباراه ودخلوا الام اف تي خسروهم، واستاذ داميان بريست وارتروس دخلوا قدروا يفوزوا بالمباراه. الناس هتقول يا مصطفى هو ده تحليل لمباراه عظيمه؟ ده تحليل يليق؟ انت ما شفتش ارتروس وهو بيعمل الاس تي، ما شفتش ارتروس وهو بيعمل اليو كان سي مي الاتيتيود ادجستمنت. ارتروس واخد وضع ستون كولد ستيف اوستن باللبس بتاع جون سينا، ودي حاجه مقرفه. دي احلام العصر يا جدعان واحلام اليقظه. فوق يا جدعان فوق، دي مش نوعيه مباريات ولا جوده مباريات اصلا، ده عبط، ده هبل بجد. منتج المصارعه بقى شكله بايخ لدرجه ان انا خلاص بفكر اقفل القناه. انا مدي تريبل اتش مهله لحد الراس المنيا. ان العروض استمرت بالقرف ده، استمرت بالوحاشه دي، انا هغير توا الدبليو دبليو اي تمام. ارتروس ايه وداميان بريست ايه اللي مصنفين اوائل على القاب التاج تيم ضد الام اف. انا مش عايز اشوف المباريات ديت، مش عايز اشوف اي حاجه. خلينا نشوف اللي بعده لان انا مش قادر اتكلم لان لسه في حاجه كبيره في الاخر. يا هلا استاذ سامي زين لسه هنا المره دي مع راندي اورتن، وسامي زين بيقول ان كودي رودز خسر فرصه الاليمينيشن شيمبو بسببك. بس انت عملتها ازاي قدرت تتخطى موضوع درو ماكنتاير وكودي رودز وتديله الاركي او دي؟ فاورتن بيقول له انت عارف احنا لازم في معظم الاوقات نكون انانيين شويه، بس انت كده مش شخص سيء، كده بتفكر في نفسك. وراندي بيقول له انه فاز باللقب 14 مره وبيطمح لل 15، وسامي بيقول له انا بتمنى لك حظ سعيد. اورتن بيقول له انه هيكسب في مره اللقب بس لازم تستمع للاصوات اللي بداخل. ده ايه شغل بري وايت اللي راندي اورتن بيطلعه على سامي زين؟ وعايزين توصلوا لايه؟ هتحولوا سامي زين هيل؟ ممكن النهارده يدخل في المباراه ويخسر درو ماكنتاير او يخسر كودي رودز، ممكن. ظهر بعدها اليستر بلاك وفضل يبص لسامي زين، وما علينا نشوف اللي بعده لان انا خلاص جبت اخري من العروض ديت والقرف ده، بدات اشوف حاجات غريبه. خلف الكواليس كده انا مش متعود بحلل حاجه لجوني جرجانو بصراحه لان انا متضايق من اللي هو بيعمله داخل الدبليو دبليو. اليكس شيلي كان حزين هو وكريس سايبن، وبعدين كان جوني جرجانو نايم كده ففجاه مراته حسيته فقام قايم فقال لها النهارده كل حاجه لازم تتغير، وقام داخل الحلبه وماسك الميكروفون وبيقولوا انه هيسترجع الثقه لنفسه وان لازم يصارع تاني وبيتحدى اي شخص يدخل يواجهته لان انا جوني راسلينج ومش عارف ايه وهقطع الدنيا. الواد الشبح الجامد الموهبه الجباره دي خليفه دانيال براين بالنسبه لي كانت نفسي تعوض حاجات كتيره جدا، هو وادم كول والفتره العظيمه بتاع NXT بلاك اند جولد وهو وشامبا. المهم سيجمنت حلو من جوني جرجانو. دخل بعدها اوبافي، انت مش محتاج اشرح لك بعد ما دخل اوبافي عمل ايه في جوني جرجانو بطل حقبه NXT بلاك اند جولد، عداوات عظيمه ضد توماسو شامبا، عداوات عظيمه ضد ادم كول، بطوله NXT اللي كانت دايما حماس وبتلعب في اماكن كتيره جدا في امريكا. خسر في مباراه سكواش ضد الوحش اوبافي. استاذ تريبل اتش دول كلهم كانوا طالعين من تحت ايد فين بالور، شينسكي ناكامورا، سامي زين، جوني جرجانو، توماسو شامبا، ادم كول، كل جيل NXT بلاك اند جولد. انا عايزك تجيب لي اسم حد حقبه NXT بلاك اند جولد واخد وضعه او موجود حاليا داخل الدبليو دبليو. تريبل اتش دمرهم بدايه من فرقه الاندسبيوتد ايرا موا جو والى اخره. واللي بيحصل مبروك الخساره يا جرجانو، ارجع نام تاني، هتقومش تاني من النومه دي لحد ما عقدك يخلص. فجاه ايه ده؟
دان هانسن خضتني يا راجل. طمني، انت لسه ماشي بالمطالب بتاعتك؟ بيديله المطالب، بيقولوا انه عايز يكون في قاعه المشاهير وبلا بلا بلا والدبليو دبليو تشامبيون. الواد طالب حاجات كتيره، طالب دخول قاعه المشاهير، لقب الدبليو دبليو تشامبيون، لا طلبات مقنعه. لا فكره موتتني بالضحك. هموت بالضحك والله، مش قادر. دمه خفيف قوي. اضحك محمد، اضحك عبد الله، اضحك يلعن، اضحك. وبعدين نيك ألدس بيقول له انا عندي واحد جدا هيقدر يرشدك ويدير لك امورك ويكون مديرك خاص يخلي سماك داون، زاميز. وبعدين زاميز بيقول له انا ممكن اقيد سوبر ستار ديفا، انما شخص زي ده لا، انا حتى زاميز مقروف منه. المهم زاميز بيقول لدان هانسن ان انت عايزني ابقى المرشد بتاعك هنا بمديرك الخاص، ودان هانسن بيقول له لا انت ملعون زيك زي دومينيك. مش ملعون دومينيك ميستيريو وانت جبت عليه لعنتك وخسر. زاميز هيخسر ايه؟ معلش زاميز خسران كل حاجه، اكتر واحد بينهزم. استاذ تريبل اتش لما تنقي مصارع يقف مع الاستاذ العبيط اللي ملون وشه ده، نقي مصارع ما بيخسرش في الفورمه وانت ناوي تخسر، زي حد زي درو ماكنتاير كده كنت خليه يظهر معاه النهارده. المين ايفنت، الحدث الرئيسي الجبار الجامد الفشيخ، الامريكان نايت مير، احد افضل من انجبت شركه الدبليو دبليو على الارض، النجم اللي لو ضاعت منه فرصه النهارده تريبل اتش هيديله فرصه العرض الجاي، ولو ضاعت فرصه العرض الجاي تريبل اتش هيديله فرصه العرض اللي بعده، ولو ضاع الفرصه العرض اللي بعده تريبل اتش هيديله اللقب على طول عشان احنا زهقنا. اديله اللقب على طول، ما تلعبوش. بطل الاندسبيوتد تشامبيون مرتين، رويال رامبل مرتين، الاليمينيشن تشامبر شارك فيها وكان هيكسب وكنا هنزعل لو كسب فخسر، فتريبل اتش عرف غلطته في الاليمينيشن تشامبر، قال لك انا مكسب كود الجمهور مش عايز. جدع تريبل اتش، انا هحط كود في مباراه ضد درو ماكنتاير على الله. طبعا كان نفسي اشتم في الحته دي بس وانا عارف ان الاعمال بالنيات وانا في نيتي ربنا يسامح. ودخل بطل الاندسبيوتد تشامب، دخله الاجمل ليا، المحارب الاسكتلندي السكوتش واريور درو ماكنتاير. خلاص المباراه هتبدا، عايزين بقى نشوف سيناريوهات حلوه. ماكنتاير يروح للراس المانيا لان احنا نفسنا في حاجه زي دي، تقديمات حلوه للمنافس والبطل، ويلا بينا بقى نشوف الماتش هيبقى عامل ازاي. درو ماكنتاير اول ما بدا ساب المباراه ومشي، كود رودز علشان هو سوبر هيرو خرج جابه من بره ورجعه تاني، والحفله ابتدت والمباراه ابتدت من طره جامده من كود رودز على المباراه. مش راحم درو ماكنتاير، انا ههينك، انا مش هخليك توصل باللقب للراس المانيا زي ما انا قلت لك، انا هخليك بطل سابق، مش انت بتقول عليها بطل سابق ومازل ضرب، لحد ما درو ماكنتاير استعاد السيطره مره تانية. اللي مضايقين الجمهور اللي عمال يهتف باسم كود رودز. ايه تريبل اتش دافع لكم قبل ما تخش؟ انتوا ما شفتوش الهاشتاجات اللي على تويتر، على الفيسبوك، على الانستجرام؟ ما علينا، اكيد الجمهور اللي حاضر دول كلهم النهارده عيله تريبل اتش. وفي لقطه جميله جدا، الكروس رود اللي كانت عايزه تتعمل على درو ماكنتاير على الترابيزه كده وقعت. بوتش من كود رودز؟ لا كود رودز مالوش ذنب. بوتش من ماكنتاير؟ لا برضه ماكنتاير مالوش ذنب. امال بوتش من تريبل اتش؟ والله العظيم من تريبل اتش. ما اكيد ربنا مش هيرضى على القرارات الغريبه اللي هو بياخدها داخل الليل، بيبعت له علامات، دي علامات ان الاداره سيئه. الترابيزه عملت بوتش يا استاذ تريبل اتش. المهم ماكنتاير حب يعوضنا فجاب ترابيزه ثانيه كود رودز، فاستاذ كود رودز خد عليها واحده باور بومب حلوه، ده شملته. كان نفسي كود رودز يتصفى اصابه اللي هي بتيجي في الرقبه من ورا دي، بتخلي المصارعين يعتزلوا 8 9 10 سنين كده ويرجعوا تاني، واكيد انا مش هعيش 10 سنين جايين يعني، خلاص العمر مهما عدى قصير. المهم ماتش استكمل، كروس رودز من درو ماكنتاير، كليمور كيك من كودي رودز، بس كانت واحد، دي مش كليمور كيك، دي نطه الفرخه اللي هربانه من العشه اللي انت بتطها دي منظر كليمور كيك يعني يا كودي، يعني ما بتعرفش حتى تتقن حركات غيرك. انا ما بحبش المصارع ده، بحب المصارع اللي يتقن حركات زمايله. معلش شفت جون سينا فهو بيعتزل، ده عمل كل فينيشات زمايله بسم الله ما شاء الله، ده عمل التوم ستون يا راجل، كان ناقص يعمل 619. المهم درو كان بيستعد عشان يعمل كودي كاتر، ماكنتاير هرب منها، كودي رودز خبط في الحلقه. مؤاخذه يا عم تشارلز روبرتسون، انت متعود تتضرب، والله متعود تنضرب، الراجل ده بينضرب من ايام تريبل اتش واندر، وكان من ايام تريبل اتش واندرتيكر بينضرب برضه. المهم درو ماكنتاير استغلها وحب يفنش استاذ كودي رود، فكودي رودز عمل له كروس رود، بس للاسف مفيش اي حاجه. بيجي حكم تاني ولكن كودي رودز بيتفاجئ بكليمور كيك جايه من درو ماكنتاير 1 2، لكن كودي رودز فلت منها، ده سوبر هيرو قوي. المهم درو قام للحكم، والحكم ده طبعا اللي كانت حاصله مشكله قبل كده ما بينه وما بين درو ماكنتاير، ودرو ماكنتاير فضل يبص له ومتغاظ منه. ابو سيدك يا ماكنتاير ركز في الماتش، ركز ما تنتبهش للسيناريو بتاع تريبل اتش العبيط بتاع الحكم. فضل باصص للحكم لحد ما اديله واحده قبله جميله كده بدماغه، رقد الحكم على الارض، اللي هو احنا دلوقتي السيناريو اللي انا قلته في فيديو امبارح بالنص. درو ماكنتاير جاب الكرسي، درو ماكنتاير هيضرب كودي رودز، ظهر جيب، صدمه، انا مصدوم.
انا مصدوم قوي، انا مصدوم قوي بجد بجد. جيكوب صدمه، حط ايدك على راسك، حط ايدك على راسك، ده جيكوب صدمه، ما توقعتش ان جيكوب يظهر. وبعدين كودي فلت من الكليمور كيك، كودي عمل سوبر كودي كاتر كروس رودز. 1 2 ويلا بينا نشوف اسوأ طريق للراسلمانيا 2. هذا انا النهارده في الفيديو. عايز تعرف السبب؟ مفيش ضغط كان عالي، فجأة خدت شويه مهد جاب 3 أو 4 حاجات عشان اهدي وجديد حد الواصل اللي انت شايفه ده، عشان اقدر اقدم حلقه خفيفه وظريفه نقدر نتكلم. صوتي مش عالي زياده عن اللزوم بسبب المدات دي، مش بسبب المصارعه، لا مشكله شخصيه عامه يعني، بس انا بتهمها في المصارعه وتريبل. مبروك لاستاذ كودي رودز 3 مرات اندسبيوتد شامب، تقريبا ما حدش عملها ولا حد هيعمل. جون سينا مره لقب الاندسبيوتد، اتكلم عن لقب الاندسبيوتد شامب، تقول لي جون سينا 16 مره اتكلم عن اللقب ده اللقب الذهبي اللي هو كان مع رومان رينز لفتره 1306. ماكنتاير يعني تريبل اتش خده كاوسخ كوبري ممكن تشوف. كوبري 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 كوبري. انا عندي سؤال وعايز حد يجاوبني عليه بسرعه، والله السؤال ده انا هموت وحد يجاوبني عليه بسرعه. نيك ألديس قال انه حدد المباراه دي ما بينه وما بين كودي رودز النهارده بسبب كودي رودز مظلوم وخرج من الرامبل وخرج من الإليمينيشن. طب انا عندي سؤال، هو جيكوب مش مظلوم؟ ما جيكوب خرج من الرامبل وماكنتاير خرجه مرتين من الإليمينيشن يتشم، مش كان اولى ان هو يشارك في المباراه دي النهارده؟ هتقول لي هو جيكوب يستحق اللقب؟ لا استنى، احنا هنا ما بنتكلمش في مين يستحق ومين ما يستحق، هو اللي ما يستحقش فاز باللقب اهو، واللي يستحق خسر. هل انت شايف ان عداوه راندي اورتن وكودي رودز اللي هتروح للراسلمانيا دي هتكون عظيمه؟ لا طبعا، كل الكلام اللي انت بتحلم بيه في دماغك ده هبل. جيكوب هيلاعب ماكنتاير، كودي هيلاعب براندي، وسامي زين بقى يبقى يشوف اي حد يطلع معاه لايف على التيك توك كروان مشاكل ولا اي حد. تقييمي المين ايفنت سماك داون كل صراحه المباراه كانت كويس، مش هنكر عليها. المباراه نتيجتها متوقعه برضو، ايه مش هنتكلم في الكلام ده، كلنا كنا عارفين ان كودي رودز من اول لحظه اعلان نيك ألديس المباراه دي عارفين ان كودي رودز. المباراه دي على التوقع المحروق، وان تريبل اتش بعت لنا الرسائل. قيم المباراه الاول اللي انا بقيمها ب4 من 5. رسائل تريبل اتش اللي بيبعتها لنا في العرض ده ايه بقى؟ اللي هو هجوم الجماهير عليه على السوشيال ميديا، الجوله الاعتزاليه بتاعه جون سي، وفي كل عرض شهري من بعد الجوله الاعتزاليه بتاعه جون سي تريبل اتش ما بيطلعش في المؤتمرات الصحفيه تاني، بقى بيظهر خلف الكواليس بسبب استهجانات الجمهور الكتيره اللي زادت عليه اول فتره اللي فاتت. تريبل اتش بيحاول يقول لنا ان انا برضو مهما تعملوا مش هعمل اللي فيه، السيناريو هيمشي زي ما رومان وبان كودي وراندي ماكنتاير مش هيروح باللقب للرسل. تريبل اتش النهارده اكد لنا برضو الرسالتين دول برساله تانية، رساله جوني جرجانو. انا جوني جرجانو ده لو انا هقارنه بكودي رودز احط جوني جرجانو قبل كودي رودز بكتير، ان انا شفت الراجل ده بيقدم ايه، شفته النهارده بيتهان ازاي بشكل سكواش من مصارع باور هاوس زي اوبا فيمي. داميان بريست مثلا مصارع كويس، اداء كويس، مايك كويس، ممكن نطلع منه بهيل عظيم. النهارده هو في تاج تيم مع واحد زي ارت، يعني اللي هو تريبل اتش بيقول لك حلم النجوم والمواهب الصعبه والناس اللي مظلومه واللي احنا مش ايه، ارمي الكلام ده في الزباله. الاتحاد ده ماشي بحاجه واحده، بركه شيخ القبيله رومان رينز وجدعنه كودي رودز. قيمه العرض سماك داون النهارده يستاهل 2 وبس كده يا شباب في الدنيا. ده كان فيديو النهارده، رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. ما تنساش تتابعنا على الفيسبوك، ولو احنا على اليوتيوب نشترك في القناه. كان معكم مصطفى احمد